تقع العلبه دي في ايد مين؟ في ايد عامل في شركه شحن بتاعت المحافظات. فالفضول خده فشد شويه بقى الكرتونه كده، جاب الكرتونه وفتح بيبص يلاقي ايه؟ باليتات السر فيه التفاحه الحمراء. عامل في شركه شحن بتاعت المحافظات، شخص بيشحن عنده كرتونه كبيره بيخزنوا الكراتين، ففجاه لقى كرتونه مقطوعه من تحت كده ولقى فيها العلامه ظاهر منها علامه الايه؟ الابل التفاحه الحمراء دي. عرف ان ده ايه؟ ترمادول. فشد شويه بقى الكرتونه كده، جاب الكرتونه وفتح بيبص يلاقي ايه؟ باليتات من الاقراص المخدره لعقار الترمادول، هي اللي بتتشحن بدل الملابس. قال لك يا نهار اسود، ده انا كده ايه؟ احنا بقينا مهربين. قفل الكرتونه، طلع على مكتب مكافحه المخدرات. كان ساعتها اللواء عبد المحسن الحلفاوي كان ساعتها مقدم في مكتب المخدرات، وشرح له القصه. قال له هو اسمه علاء الدين. قال له طب احنا عايزين نوصل له بقى. قال له يا باشا والله هو بيجي من وقت للتاني، بيجي عندي الشركه من وقت للتاني يشحن كرتونه كرتونتين ثلاثه كده يعني. قال له بقى ايه؟ اول ما يجي تعمل اي حيله كده تعطله قبل ما انا اجي لك، انا هبقى متواجد قريب منك. الفتره دي كان عبد المحسن بيه فين؟ في اسم مدينه نصر، قريب من شركه الشحن وقريب من محل مأكولات شهير في مدينه نصر. فقال الولد بتاع شركه الشحن، قال له اتفق معاه اول ما يجي لك قول له ايه؟ انا ما اكلتش، معلش والنبي خدني معاك بالعربيه نص نقل كده ايه للمطعم، هجيب بس غدا وهرجع تاني، رجعني تاني المكتب. وبالفعل خده وراح بيه المطعم، نزله عند المطعم. الولد دخل جوه طبعا، قبل ما يتحرك اتصل بضابط المكافحه وقال له احنا رايحين فين؟ على المطعم في مكان ما وصفت لي. قال له خلاص تمام انا في انتظارك. مجرد ما وصلوا بالعربيه النص نقل، دخل الولد يجيب السندوتشات بتاعته وخرج. كان الضابط ايه؟ وراهم بالعربيه، ما راحش قبض على طول. هو لا لازم المخدرات تبقى موجوده. فراح اتحرك وراهم بالعربيه، رجع العامل عند شركه الشحن واتحرك هو بالعربيه النص نقل على مدينه نصر. كان قاعد جنب منطقه سوق السيارات كده في الحي السادس في مدينه نصر. وبعدين نزل من العربيه، طلع عماره. ضابط المكافحه رصد المكان، خلاص في عماره سكنيه. الفكره كلها ايه؟ هيروح فين ويجي منين؟ كان جايب مصادر، اللي سواق تاكسي اللي كذا، وفعلا سواق تاكسي 24 ساعه تحت 24 ساعه تحت المراقبه. بينزل يروح على وسط البلد وراه، يروح الازهر وراه. هو بيروح ايه؟ الاماكن اللي فيها سوق القماش، يجيب توب توبين ويرجع بيهم على العماره. مره تانية بيروح يجيب كميه قماش ويوديها على عماره تحت الانشاء فيها مخزن. فضلوا يتتبعوه لحد بعد اسبوعين لقوه نازل من العماره عنده ورايح على المخزن، ومعاه عربيه نص نقل، ومعاه عامل جوه بيحمل هو والعامل كرتونه كبيره شبه اللي كانت في اوصاف اللي هو بيشحنها في العماره تحت الانشاء دي. في العماره تحت الانشاء. حطها على العربيه ونازل تاني على المخزن بسرعه. طبعا دخل المخبر والظابط كلبشوا فيه. الظابط مسكه كتفه ايده، كتف ايده. المخبر كلبش وقاموا مكلبشينه في العربيه. قبض عليه واتقبض على العامل. بيقول لي دخلنا المخزن لقينا ايه؟ مغاره علي بابا، كلها مخدرات، كلها اقراص مخدره، كميات مهوله تخطت 2 مليون ونص قرص مخدر من عقار الترمادول اللي هو عليه الابل التفاحه والتمول. كراتين كتير جدا. 8 ساعات بيحملوا في الحاجه. ده عايز عربيات كتير كده، عربيات نقل، 4 عربيات نقل كبيره محمله بقى اقراص الترمادول دي متغطيه، ودخلت بيها على مديريه الامن. هنا بقى الدور الثاني في المناقشات بقى. تعالى يا عم علاء، ايه قصتك بقى انت؟ علاء طلع ليه اخ اسمه محمد. علاء ده عنده 35 سنه، مواليد اسيوط، وليه اخ اسمه محمد اكبر منه بسنتين، وكان معاهم العامل اللي هو اتمسك مع علاء. ارشدوا على محمد. طبعا نزل ضباط المكافحه جابوه. ايه قصتكم بقى يا سيدي؟ هم من اسيوط شغالين في تجاره الملابس، كانوا بيسافروا الصين، اتعرفوا على سعد ابو الغيط في الصين وحبهم جدا. وهم كانوا مشهورين ايه؟ بالشيخ علاء والشيخ محمد الشيوخ. وخد بالك لا بيشربوا سجاره ولا ليهم في اي حاجه ولا ليهم سوابق، يعني ما لهمش اي صحيفه جنائيه خالص. وكانوا بيتاجروا فعلا في الملابس. بس هي الفكره بقى ايه؟ المكسب السريع بقى. شريط الترمادول ده كان بيكلف سعد ابو الغيط جنيه، بيورده ب 10 جنيه. من كتر ما حب الشيوخ دول الشيخ علاء والشيخ محمد بقى يدولهم بكام؟ ب 3 جنيه. يبقوا هم بكام؟ ب 10. بقى هم زي مين؟ زي سعد بالظبط. يعني خد بالك كانهم شركاء دلوقتي. علاء بيحكي هو ومحمد في اعترافاتهم، يعني بيقول لك كان بيميزنا جدا دونا عن اي تاجر تاني. كان بيديهم بقى زي ما قلت لك بالسعر اللي هو بينتج بيه يعتبر، يعني ما بيحطش فرق كبير. فكمان هم بيكسبوا لما بيجي يبيع بنفس القيمه ب 10 جنيه فهو بيكسب 7 جنيه. انت متخيل؟ يعني هو بيشحن من هنا لهنا كسب 7 جنيه في الشريط. انت متخيل المبالغ؟ انت بتتكلم في 2 مليون ونص قرص مخدر. شوف بقى مكسبهم كام. فالميزه بقى اللي كان عاملها لهم سعد دي كانت بتخلق لهم
هم رواج كبير في المحافظات بتاعه الصعيد، وخاصه زي ما قلنا محافظات صعيد مصر والبحر الاحمر. ونجحوا بقى ان هم عملوا المبالغ دي، وزي ما قلنا كان كل القصه دي بيعملوها. ويمكن في اعترافاتهم علاء بيقول عبد محسن بيقول له انا الغريب في الموضوع كله ان انا كل الكميات دي وكل التجاره اللي انا عملتها انا ما استهدفتش بيها القاهره، انا ما جيتش بيها القاهره، انا ما بعتش حبايه واحده في القاهره، اتمسك جوه القاهره. يعني انت متخيل؟ امال يا محمد بعد كل اللي انت قلته ده، امال صحيح. مين بقى اللي كان بيبيع في القاهره؟ المكتب بتاع مكافحه المخدرات عمال يرصد الشباب الصغيره واللي هنا واللي هنا، يمسكوا بشريطين مش عارف ب5 شرايط، يقول لك طب احنا عايزين نوصل بقى للهيد، احنا عندنا معلومات ان في هيد بيوزع جوه القاهره. فلما ضبطوا دول عن طريق الصدفه زي ما قلنا اهو، قال لك كده ايه، يبقى خلاص دول اللي بيوزعوا جوه القاهره. لما قعدوا استجوبوهم، وخد بالك يعني تطوير المناقشات ده بيعصروا طبعا بيعصروا في المناقشه، وصلوا ان فعلا الناس دي ما بقتش حبايه جوه القاهره، يعني ما بيكذبوش. فخلاص المكتب هنا جنبهم على جنب، في حد تاني هو اللي شغال جوه القاهره. مين بقى الحد ده؟ وصلت معلومه لضباط المكافحه في القاهره عن موظف اسمه ياسر شغال في شركه تصدير فواكه. ياسر ده مع عربية عادية جدا وشكله برضو متوسط الحال، ومعلومة بتقول ان الراجل ده بيسلم شحنات لصغار التجار. ضابط المكافحة ظبط مع مصدر، قال له هتشتري لنا منه، هو بيبيع قد ايه؟ قال له من 5000 ل 10000 قرص. قال له خلاص، نسق معاه على 8000، اطلب منه 8000 قرص. رقم كده ايه بين البنين. هيجي منين؟ قال له ايه ده؟ بيقابلني على طريق القطامية، بيقابلني في التجمع، الاماكن المتطرفة دي. ظبط الدنيا معاه وعملوا له الكمين. قال لهم هسلمكم فين بقى؟ الكلام ده في اول 2012. بص الجبروت. قال له هسلمك ال 8000 قرص ناحيه سور اكاديميه الشرطه في التجمع. خد اتفقوا مع بعض، هتسلمني فين؟ في الحته الفلانيه. الراجل قعد تمام، ظباط المكافحه مكتب ابو محسن حفاوي الرجاله برضو، وقاعدين مستنيين ايه؟ الاخ ياسر جه جايب عربيه لانسر وحاطط الكرتونه اللي فيها 8000 كرتونه كبيره، يعني كابسها كده جوه العربيه على الكرسي الخلفي. وبعدين اول ما نزل بيسلموا الحاجه، طبعا اتضبط. اول ما اتمسك، تعالى ايه الحكايه الحدوته؟ قال لك انا جايبها من البيت. يا عم تمام، تعالى يلا بينا نروح نفتش. ساكن فين؟ في القطاميه. خدوه وراحوا بيه القطاميه، فتشوا الشقه مفيش الهوا، هم ال 8000. خدوه بقى من شقته. تعالى بقى يا باشا، قعدوا معاه. انت دلوقتي كنت في القطاميه، دخلت التجمع الاول وجيت لنا من التجمع الاول على فين؟ على عندنا. على الاحداثيات اكتشفوا ايه؟ ان هو دخل تجمع، راح منطقه في التجمع في ظهر منطقه فيلات في ظهر اسم التجمع الاول، وقف فيها 10 دقائق. وبعد كده بعد ال10 دقائق دول راح على فين؟ على نقطه الالتقاء اللي هي حصل فيها ايه؟ الكمين. وهنا ظهر بالايه؟ بالضبطيه ال 8000. فالظابط بيفكر، قال لك هو راح هناك يعمل ايه؟ فقال له انت رحت التجمع الاول عملت ايه؟ قال له لا انا ما روحتش. اول ما قال له ما روحتش، فاهم؟ وهو اصلا يعني باين ان هو راح في المنطقه دي. حددوا المنطقه، راح على المكان ده. قال لك يبقى ده المخزن. يستحيل ان هو يجي من القطاميه شايل الكرتونه، العربيه محطوط فيها الكرتونه، فممكن يقف في، كان ساعتها في اماكن فيها اكمنه ثابته. هو الامن بشكل عام ما كانش 100%، ولكن كان في كنت انت بتتكلم بقى في 2012. لا، الامن نزل من نص 2011 بقى متواجد في الميادين الرئيسيه والطريق. وكان ساعتها كمان دور على الاسلحه واللي معاه بندقيه واللي مش عارف فرد والكلام اللي هو كان حاصل ساعه الانفلات ده. ولكن الحاله الامنيه بشكل عام ما كانتش 100%، عشان بس الناس ما يعني ما تقولكش ايه امال ازاي انت بتقول الحاله الامنيه وفي اكمنه. لا، ده اكمنه طوارئ. جاب ياسر ده وعبد محسن قال له بص المخزن في الحته الفلانيه. لا انت هتقول لي فينه بالظبط، لا اما ايه احنا كده هنوصل له. قال له انت ما حطيتش الكرتونه جوه العربيه، انت يستحيل تجازف ان انت تيجي بالكرتونه من القطاميه لحد التجمع، عشان انت عارف ان انت ممكن تقف في كمين واثنين وثلاثه هتشيل 8000 قرص. لا انت كنت جنب مكان قريب مننا من النقطه اللي احنا ايه قابلناك فيها. وخدهم بالفعل، طلعوا على المخزن يا باشا. تاني كان مغاره علي بابا ده بقى انسى. 7 مليون قرص مخدر. المفاجأة هنا 7 مليون قرص، 5 مليون قرص ترمادول، مليون تامول، 6 مليون. وفي بقى مليون ايه بقى بتاع اللي بيرفع الزياده السكانيه، المنشطات الجنسيه، ماكسيمان والتايجر كينج ده اللي هي زي الفيجا، يعني المنشطات الجنسيه كانت بتتصنع برضو في الصين. ما خد بالك برضو ايه، يعني سعد ده كان قاعد في الصين، العاب ناريه شغال، تمول شغال، كل ده بيتبيع على مصر.
وتم بقى مواجهته. ياسر طبعا اعترف ان هو بقى بيجي الخط كذا وبيجيب من الحته الفلانيه. ومن مناقشه ياسر وعلاء ومحمد بقى القضيتين دول، ضباط المكتب هنا كان والله انا فاكر يعني كلمه كده بيقول لي ايه، احنا ما بنشتغلش بطريقه خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات. اللي هو عبد المحسن ده كان بيقول لي كده، خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات دي احنا ما بنشتغلش بيها. يعني ايه؟ يعني ما نجيب عيل انا ما بيهمنيش العيل قد اللي وراه. فاحنا كانت القضيه دي كشفت لنا معلومات عن مين بقى؟ عن واحد اسمه سعد ابو الغيط. ضباط الاداره طبعا راصدين وبتاع. ويمكن كمان في قضيه كان واحد اسمه سعداوي بتاعت الزيتون برضو احد اذرعه. فدول اللي هم كانوا بيوجهوا الكميات بتاعت سعد ابو الغيط داخل القاهره. كمان من ضمن التحريات اوائل توصلوا لشركه ادويه خاصه هنا في مصر، كانت للاسف الشديد كانت بتتعاون مع سعد ابو الغيط، وهي اللي كانت فاتحه له لينك مع شركه ادويه في الصين. برضو تم اتخاذ اجراءات قانونيه ضدها. وكان اللي هو سامي سيدهم كان احد ضباط مباحث القاهره لو تفتكر، كان ساعتها مساعد وزير في قطاع الامن الاجتماعي. ولو عم محسن حفاظ بيقول لي يعني صعدنا غالب بن مصطفى صعد له المعلومات اللي هي على الشركه. وبرضه تم ملاحقه اصحاب الشركه دي، اتهامهم في القضيه، تم تحرير محاضر ضدهم في القضايا. بقى انت هنا محاصر سعد من اذرعه. وبعد كده طبعا لما سقط على ايد رجال مكافحه المخدرات، كان اللي هو احمد سكر وكيل الاداره، كان ساعتها برضه مقدم لما قبض على سعد ابو الغيط في القصه اللي احنا حكيناها، لما كان بيورد سلاح ل رابعه لما اتمسك بال 800 بندقيه خرطوش. الاحكام وصلت ليه يا محمد للمتهمين؟ بص الاحكام بقى طبعا اللي بيتابعنا هيستغرب، بس ما تستغربش لانه طبعا القانون كان كده. القانون كان الترمادول اول ما ظهر كان جنح، فهم بياخدوا اقصى حكم في محكمه الجنح، خدوا 3 سنين. بعد القواضي دي على طول اتغلظت العقوبه بقى جنايات. طبعا دول لو دلوقتي على القانون طبعا اتعدل في اخر 2012، كان 125 لسنه 2012 ساعتها بالظبط كده، اللي هو اتحول نزل جدول اتحول من محكمه الجنح للجنايات. يمكن لو الموضوع ده حصل دلوقتي او بعد 2012 على طول، الناس دي كان ممكن اعدام. يعني خلاص اقصى عقوبه في الجنايات تهريب المخدرات الاعدام. لكن هم طبعا ايه، كان ساعتها تتكلم في محكمه الجنح خدوا اقصى عقوبه اللي هي 3 سنين.